السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من ورشة صناعة الافلام، وده الفيديو رقم 3 من السلسلة. وبفكركم انكم تتفرجوا على الفيديوهات دي بالترتيب علشان ما تحسش بان في حاجة مش فاهمها. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن انماط واوضاع التصوير في حالة تصوير حوار بيدور ما بين شخصين. الفيديو ده هنتكلم عن انماط واوضاع التصوير في حالة تصوير بيدور ما بين 3 اشخاص. وزي ما عرفنا الفيديو اللي فات ان انماط التصوير هم 3 انماط: الاي والاي والال باترن. وعرفنا كمان ان الانماط دي هي اللي بتحدد اماكن الكاميرا، والاوضاع هي اللي بتحدد اماكن الممثلين داخل الفريم. واتكلمنا عن النمط اي في حالة تصوير عنصرين، وممكن استخدمه برضو لو هصور 3 او 4 او حتى 10 اشخاص في طابور واحد كده بس موجودين على شكل حرف اي. فالاي باترن دلوقتي ما اعتقدش انه في مشكلة. فدلوقتي احنا محتاجين نعرف الفرق ما بين الاي باترن والال باترن. لما احتاج اصور شخصين ضد شخص او العكس بستخدم هنا الاي باترن، لانه بيكون معايا شكل حرف الاي، وبيكون في شخص بيعارض شخصين او شخصين بيعارضوا شخص. اما في حالة تصوير حوار بين شخصين على نمط الاي باترن بس في شخص كده متطرف معزول عنهم على جنب كده، ده هيختلف معايا النمط، هيبقى ده نمط ال باترن. وطبعا زي ما احنا عارفين كل ما اختلف معايا نمط التصوير اختلفت زوايا التصوير معاه. فهنا هعرض عليكم صورة لحوار ما بين 3 اشخاص، هنشوف في نمط الاي باترن وفين اوضاع الكاميرا هنا بالظبط موجودة فين. هنا في 3 اشخاص A و B و C، وعندي كمان 5 كاميرات باوضاع مختلفة، كاميرا 1 و2 و3 وكاميرا 10. لما يكون الحوار بيدور ما بين الكاركتر B والكاركتر C هاخد الشوت ده من كاميرا 2 اللي بتجيب لي شخصية C بشكل اوفر ذا شولدر شوت من كتف الشخصية B. ولما يكون الحوار بيدور ما بين الشخصية A وما بين الشخصية B هاخد الشوت ده من كاميرا رقم 3 وهتكون بشكل اوفر ذا شولدر شوت برضو من كتف الشخصية B. والشخصية بي نفسها هاخد الشوت بتاعها من كاميرا رقم 10، لان كاميرا رقم 10 هنا هتكون هي الماستر شوت. فمن خلال الماستر شوت ده اقدر اعمل كلوز اب على الشخصية بي في المونتاج لو حبيت اعمل ده، وعلى حسب الديالوج نفسه هو بيقول ايه، الحوار ماشي ازاي، محتاج اعمل كلوز اب اصلا ولا لا. وكاميرا 1 دي بتكون اوفر ذا شولدر شوت لشخصية سي، وكاميرا 4 بتكون اوفر ذا شولدر شوت لشخصية A. ده الفيرجن الاول للنمط A باترن. طيب في فيرجن تاني للنمط A باترن. هو احنا شفنا في الفيرجن اللي فات شخصين بيواجهوا شخص، ولكن الشخصين دول متطرفين على الجوانب. ففي فيرجن تاني هيكون فيه الشخصيتين دول قدام الشخص اللي بيواجهوه بشكل مباشر. انا عملت رسم كروكي كده علشان اعرف اوضح لكم الفيرجن ده. هتلاقي عندك 3 شخصيات، شخصية A و B و C. A و C بيواجهوا كاركتر B، فهنا هيبقى عندي 2 ماستر شوت. ففي كاميرا 2 هتكون هي ماستر شوت موضحه كويس قوي التو كاركتر اللي معايا اللي هم كاركتر A وكاركتر C، ولقطه كاركتر B بس لقطها من ظهرها. وكاميرا رقم 4 هنا برضو هي ماستر شوت موضحه كاركتر بي كويس قوي. فهنا عندي تو ماستر شوت بتلقطهم كاميرا 2 وكاميرا 4. اما كاميرا رقم 1 هنا هي بتكون هي الكاميرا اللي بصور بيها كاركتر سي، وباخد معاها في نفس الشوت جزء من كاركتر A. وكاميرا رقم 3 نفس القصه بصور بيها كاركتر A وباخد معاها جزء من كاركتر سي، جزء من شخصيه كاركتر سي، جزء من كتف اي حته كده. طيب السؤال هنا ليه باخد اجزاء من اجسام الكاركترز اللي جنبي؟ ببساطه علشان اوصل احساس التواصل ما بين الشخصيات. وكاميرا رقم 5 هنا بصور بيها كاركتر بي، ده في حاله لو انا عايز اصور كلوز شوت لوحدها كده، او ممكن استغنى عنها لو هكتفي بالماستر شوت اللي هيطلع معاك من كاميرا 4. هنا احنا خلصنا كلام شويه عن الاي باترن، تعالوا نتكلم شويه عن ال باترن. عايزكم تركزوا في الرسمه دي برضو. انا عندي 3 شخصيات هنا على ترابيزه واحده مشكلين حرف ال A و B و C. لما احتاج اصور كاركتر A هستخدم الوضع اللي موجود في كاميرا 1 وهيكون اوفر ذا شولدر شوت من فوق كتف كاركتر B. ولما احتاج اصور كاركتر B و C مع بعضهم هستخدم كاميرا رقم 2 هنا وهيكون اوفر ذا شولدر شوت برضو من فوق كتف شخصية A. وممكن اعمل كلوز اب بكاميرا 2 على شخصية B هنا بسهولة جدا. وطبعا الماستر شوت هنا بيتاخد بزاوية بتكون بتشمل كل الكاركترز بتوعك في نفس الكادر. هنا انا حددته في البوزيشن اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده هوقف معاكم لغايه هنا، والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن كيفيه تصوير حوار ل4 اشخاص او عدد اكبر من كده. ومش عايزك تحس بالملل في البدايه لان دي اساسيات لازم تكون فاهمها كويس جدا، ومش عايزك تستعجل برضو ومخك يفضل يطرح اسئله اجابتها مش دلوقتي خالص. زي مثلا لو انا مش عايز اصور في الوضع ده، طيب في حالة لو العناصر متحركة هحرك الكاميرا ازاي؟ واسئلة كتيرة جدا ممكن تيجي في دماغك. كل ده جاي بس واحدة واحدة
افهم الاساسيات الاول علشان لما نيجي نتكلم عن حركة الكاميرا تبقى عندك القواعد اللي نقدر نبني عليها اللي جاي. فهنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تأكيد ما تنسوش تدعوا لأهلنا واخواتنا في فلسطين واليمن والسودان، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.